السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب إن شاء الله الجميع يكون بخير. زي ما حضراتكم شايفين صاحب السمو الرفيع الأمير عبد الرحمن ابن مساعد بيرد هنا يا جماعة الخير، وبيكذب واحد مسمي حسابه على تويتر اسمه منير الخطير. خطير في إيه؟ خطير في الغباء زي ما وصفه الأمير بالظبط. ده يا جماعة بيتهم سمو الأمير بأنه سخر وتهكم على الحجاج اللي ماتوا في تويتر هو نزلها، بس ده طبعا غلط واتهام باطل. سمو الأمير هنا بيقول له أنت بتكذب وأنت عارف أنك أنت كذاب، وعارف كمان أن أنا سخرت من ناس يرتدون ملابس الإحرام وتحتها لابسين بنطلون جينز ويتحدثون لقنوات مغرضة على أنهم في الحج. وبيقول كمان إن أنا أوردت أمثلة لذلك كحاج على كرسي متحرك يغطي وجهه والحجاج يمرون بجانبه بلا مبالاة وكأنه ليس حاجا فارق الحياة. يسمح لي معاليك إن أنا أرد، ويسمح لي أهل السعودية برضو إن أنا أرد، وكل مسلم غيور على مقدساتنا والمملكة العربية السعودية. أنا عايز أقول لكم كلكم، وأقول للناس كله والعالم كله، ويا ريت الناس كلها تسمعني، إن الله عز وجل يعني أعلم حيث يجعل رسالته، وإن كل ميسر لما خلق له. طيب، وكمان زي ما بيقول الشاعر: وللمعارك أبطال لها خلق وللدواوين حساب وكتاب، لولا أن الله عز وجل في علمه الأزلي أن هؤلاء هم من يصلحون لأن يكون بيت الله الحرام موجود عندهم لما حدث ذلك. لما حدث ذلك أقسم بالله يا سمو الأمير، أنت وكل من يسمعني، لو حضرتك ممكن تسمعني، لو بيت الله الحرام ده هو موجود في أي مكان تاني كان زماننا كلنا بندور على باب الكعبة، كان زمانه يتسرق، كان زمانهم سرقوا أكفان الحجاج ودفنهم أي دفن وخلاص. كان زمانهم خدوا الناس اللي هي بتموت دي، أخدوا أعضائهم وخدوهم. أنا بتكلم بجد والله. يعني سبحان الله، الناس أكرمتنا والناس كويسة معانا والناس ما شاء الله تبارك الله. بتقول الحج للجميع، وفعلا الحج للجميع، أبى من أبى وشاء من شاء، ده فريضة من فرائض الإسلام ومحدش اعترض على حاجة زي كده. بس كل الحكاية كانت تنظيم وخلاص. عمرك كمان ما كنت هتلاقي عسكري شايل بنت كده واقف يستنى أهلها لما يجوا، البنت دي طبعا كانت تكون ضايعة ولا حاجة. طيب، والله الحمد لله رب العالمين على نعمة السعودية وعلى نعمة الأمن والأمان. سيدنا إبراهيم دعا لها وقال لها: الله ربي اجعل هذا البلد آمنا. سبحان الله رب العالمين. يا جماعة عيب، يا جماعة، يا جماعة احترموا أنفسكم. يا جماعة الناس دي أفضل شعب موجود على وجه الأرض يحفظ بيت الله الحرام. طبعا يا جماعة الخير، الناس اللي حجت ورجعت أنا عايزاها تحافظ على الحجة بتاعتها، لأن كل يوم واحد فيهم يطلع ويتكلم على الحج ويجيب له واحد من أصحاب قنوات اليوتيوب ويقول لك ده في عدم رعاية، طبعا لأنهم عايزين مشاهدات وعايزين جنازة تشبع فيها لطم. طيب ليه كده؟ علشان الريتش يعلى والمشاهدات تزيد، وقنوات برضو كبيرة مغرضة تلاقيها برضو كاتبة عنوان يشد كده، زي مثلا تقول لك ايه: تطورات حول أزمة الحج هذا العام. عملوا يا ناس موت الناس في الحج أزمة، مع إنه نصرة وحسن خاتمة من الله عز وجل. والأخت اللي طالعة بتقول لك كمان إنهم منعوها من الحج وبتروا رجليها، وكمان منعوها تركب الطيارة. سؤال يا جماعة الخير، هل هذا يعقل؟ ده لو في بلد يهود هقول ايه؟ اليهود بيعملوا كده؟ مش عارف. يعني لو في بلد مش مسلمين مش عاملين كده، مين اللي هيبطل رجل مين؟ ومين اللي هيمنعها من ركوب الطيارة؟ ومين اللي هيعمل كده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا ده إعلان لبعض القنوات الخربانة، يعني عشان انت برضو تدخل وتشوف، وبالتالي برضو المشاهدات تكون كويسة وفي صالحهم. اقسم بالله يا جماعة الخير، انا دخلت اتفرجت على الفيديو ده، الست اللي بتقول انه اتبطرت رجليها، انا بكيت من كلام الست. الناس خدوا اللي هو يعني قول حق يريد به باطل. سبحان الله. الست طالعه بتقول: انا بشكر يعني مستشفى النور اللي موجوده في العزيزيه، لانهم هم اللي حجوني قبل جسمي كله ما يتسمم، لانها طبعا كانت جات لها غيبوبه سكر في اثناء الطريق، اثناء السير في الطريق الى عرفه، وبعدين جات لها غيبوبه سكر وراحوا معاها للمستشفى، واتصلوا باولادها في مصر وقالوا لهم الحاله كذا كذا، يعني نبتر رجليها لانها كده هيحصل لها تسمم. وبتقول رعوني خالص، ووصلت يعني مصر الحمد لله رب العالمين في حرم وكرم، مع انها حاجه قبل كده. كانت بتقول الست كمان: انا رحت عند اختي، يعني انا رايحه الحاج عند اختي وعند بنتي، فحاجه مخالف، برغم ان انا حجيت قبل كده وكنت بدعي ربنا ان انا اموت في الحج، وكنت رايحه عشان اموت هناك، لكن قدر الله ما شاء فعل، ان رجليا هي اللي سبقتني واندفنت في بيت الله الحرام.
شفتوا سبحان الله. ودول عاملينها أزمة، التانيين دول عاملينها أزمة، المغرضين اللي أقل ما يقال عنهم أنهم سفهة بما فيهم منير الخطير ده. اتقوا الله فيما تقولون واعلموا أنه لا يلفظ قولا إلا لديه رقيب عتيد. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يتهم ناس بما ليس فيه. أما بالنسبة لأهالي المتوفيين، عايز أقول لكم يا جماعة الخير إنه من شروط الإيمان الرضا بالقضاء والقدر، القدر خيره وشره. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نحن لسنا مخيرين ولم نكن في مقام الاقتراح، بل نحن في مقام العبودية والتسليم، يعني لازم نرضى بقضاء الله عز وجل. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. واللي بنصحكم بيه يا جماعة الخير الصبر مع الرضا. يا جماعة الصبر مع الرضا بيجعل المحنة منحة. وعزاءنا وإياكم في هذا إنهم ماتوا في دار العبادة في أقدس وأطهر مكان في الأرض، ورزقهم الله تعالى حسن الخاتمة. يكفي أن الجهات المختصة بالسعودية قامت على غسلهم وتكفينهم على الطريقة الشرعية، وكمان دفنهم على الطريقة الشرعية في أرض دفن فيها الصحابة والأنبياء. ولا أنسى ولا تنسوا أنتم أيضا أنهم صلى عليهم جميع الجنسيات في الحرم من كل بقاع الأرض، كلا بلغته، في صحن بيت الله الحرام. أي فضل أكثر من ذلك؟ افرحوا لهم يا جماعة. واللي بيحب نفسه يتمنى لنفسه موتة زي دي وهو في دار العبادة مقترب من الله عز وجل، يعني ربنا ياخذنا جميعا وإحنا على طاعته. يعني يوم يجيء الأجل ربنا يجعله وإحنا على طاعته يا رب العالمين. وطبعا هسيبكم كده تتفرجوا على الفيديو على مكة وجمالها وحلاوتها. طبعا هاخدكم في حتة تانية خالص، معلش اللي عايز يكمل معايا الفيديو يكمل علشان يتفرج على قد ايه في رعاية، وقد ايه الناس اللي بتروح يعني وهي دافعة فلوس كويسة لمن استطاع إليه سبيلا ممكن تدخل الفنادق اللي زي كده، زي ما حضراتكم شايفين اهو. الناس اللي مش رايحة زيارة أو تهريب. تعتقدوا إن راجل كبير زي دهوت اللي ماشي قدامكم ده لما يروح يحج ورايح زيارة ويمشي من مكة لعرفة ايه اللي هيحصل له؟